السوشيال ميديا بالنسبة لناس كتير مجرد أداة ترفيه أو تقضية وقت. اقعد شوية على اليوتيوب، اقعد شوية على الفيسبوك، تويتر. إنما في الفيديو ده إحنا هنحكي لكم قصص نجاح لناس نشرت أفكارها والبيزنس بتاعها، وأحياناً أنقذت نفسها والبيزنس بتاعها من مشاكل كتير عن طريق السوشيال ميديا. باسم يوسف كانت الناس شايفة بس فيه موهبته الطبية، لحد ما السوشيال ميديا جت وكشفت لنا عن موهبته الإعلامية. في خلال شهرين قدر باسم يحقق في 7 حلقات 7 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وفي خلال سنة بقى عنده أكتر من 200 مليون مشاهدة، ودلوقتي بقى عنده البرنامج. هتون القاضي بنت سعودية كان عندها مواهب وأفكار وآراء في عادات مجتمعها، لكن ما كانتش قادرة تعبر عنها علشان القيود الاجتماعية على ظهورها في الإعلام. عن طريق السوشيال ميديا واليوتيوب هتون قدرت تحقق أكتر من مليون مشاهدة لأول حلقة من برنامجها نون النسوة. سلمان العودة داعية سعودي قرر إن هو يستخدم السوشيال ميديا علشان يوصل أفكاره. دلوقتي سلمان عنده أكتر من 2 مليون متابع على تويتر، وحوالي 9 مليون مشاهدة لقناته على اليوتيوب، ويزيد عن 1,000,000 واحد على الفيسبوك. في 2009 وقت الأزمة المالية اللي أثرت على مبيعات كل حاجة بما فيها العربيات، قدرت شركة فورد إنها تتحدى الأزمة وتعلي مبيعاتها لأول مرة من سنة 95 على بقية المنافسين، عن طريق إنها استخدمت السوشيال ميديا علشان تعمل دعاية. في نفس السنة واحد صور فيديو من جوه واحد من مطاعم البيتزا المشهورة جدا في العالم، والفيديو ده كان بيبين سوء مستوى النظافة وجودة الأكل بشكل عام. ده أدى إن العملاء في الآخر طبعا ثقتهم قلت والمبيعات قلت كمان كتير في المطعم ده. إنما المطعم ما يقش، وقرر إن هو يستخدم نفس الوسيلة اللي استخدمت ضده اللي هي السوشيال ميديا علشان يزود مبيعاته، وفي خلال 3 شهور مبيعاته زادت بنسبة 50%. في مدينة يوكاترينبورغ الروسية كان في إهمال كبير جدا من بعض رجال السياسة للطرق اللي كانوا أصلا واعدين إن هم يصلحوها أيام حملاتهم الانتخابية. فقرر مجموعة من النشطاء إن هم يعملوا حملة كبيرة على السوشيال ميديا علشان يفكروا السياسيين بوعودهم، وكانت النتيجة إن السياسيين استجابوا لإرادة الشعب والطرق اتصلحت. في يناير 2013 كان في بنات عاوزين باباهم يشتروا لهم كلب بدل كلبهم اللي مات. باباهم من باب التعجيز قرر يقول لهم والله لو عرفتوا تجيبوا 1,000,000 لايك هبقى اشتري لكم كلب جديد. البنات ما يقسوش وقرروا ان هم يصوروا نفسهم وهم شايلين يافطه مكتوب عليها ان بابا هيشتري لنا كلب جديد لو انتوا اديتونا 1,000,000 لايك للصوره دي. وفعلا في اقل من يومين قدر البنات ان هم يجمعوا 1,000,000 لايك للصوره بتاعتهم وباباهم اشترى لهم كلب. اي نعم دي كانت فتحه سودة علينا، وبدات تطلع شائعات بقى من نوع كام لايك لصوره كذا، ولو جمعنا 1,000,000 لايك هيحصل كذا. بس على الاقل البنات استفادوا. ليه بنقول لك كل الامثله دي؟ عشان لو عندك فكره او موهبه أو فكرة مشروع أو قضية شخصية أو سياسية أو منتج عندك رأي فيه وعاوز تنشره للناس، فالسوشيال ميديا هي الحل بتاعك، هي الحل اللي هيوصلك صوتك بطريقة سريعة ورخيصة.